انت حضرتك رايك مين اقوى سكواد السنه دي؟ اقوى سكواد السنه دي؟ لا كلهم قريبين من بعض. اللي هم مين؟ يعني بيراميدز، الزمالك، الاهلي، سيراميكا، بنك الاهلي، كل دول كده قريبين من بعض، يعني قريبين في المستوى الاجانب اللي كابتن عصام له مطلق الحريه دي وجهه نظر. كابتن ازاي هو عشان في هو كل ده عشان ماتش تعادل؟ يعني ماتش تعادل بقى كده بقى الموضوع كله عشان كده. انت لو اقوى سكواد في العالم في العالم تتعادل مع مودرن يا كابتن خالد، كابتن خالد ده مش ماتش. كابتن خالد، هي مباراه ووجهه نظر. انا نفسي اعرف خالد الغندور ده لعب كوره ازاي بصراحه. يعني واحد لعب كوره وبيقول لك ازاي كل السكواد ده وبالنجوم دي وتتعادل مع مودرن؟ يتعادل مع مودرن ويتغلب كمان. هي دي الكوره يا كابتن خالد اللي انت المفروض لعبتها. يعني الريال وبرشلونه والسيتي والبايرن والليفر وباريس سان جيرمان، الفرقه دي في دورياتها تلاقيه مثلا بيلاعب المركز السابع ويتغلب منه عادي، بيلاعب فريق في المركز ال 14 وتلاقيه بيتعادل معاه، لان دي هي كرة القدم اللي مفروض انت لعبتها، بس معرفش انت لعبتها ازاي. هو كل الازمه بتاعته والموضوع بتاعه يا جماعه السكواد بتاع الاهلي مجننه، عامل له عقده. ازاي الاهلي فيه كل النجوم دي؟ برضه في الحلقه يقول لك ايه؟ اصل هيحصل مشاكل ايه اللي هتحصل؟ ما كان قد كده 10 مرات ايام ابو تريكه والحضري ووائل جمعه، وكانوا منيمين الزمالك من المغرب ومنيمين افريقيا كلها من المغرب وما كانش فيه مشاكل. انت عايز تخترق المشاكل، انت نفسك تصنع المشاكل. حوار السكواد هو مش قادر يصدق لغايه دلوقتي ان زيزو وبن شرقي وامام عاشور بيلعبوا في الاهلي. الموضوع صدمه. يعني اتفرجوا على الملامح بتاعته، على طريقه كلامه، لغه الجسد بتوضح يا جماعه. ومفروض ده اعلامي محايد، تاني يوم تجيب قناه المحور تقلب عليها تلاقيه قاعد بيتكلم حياد. ازاي؟ ده الغل طالع والناس شايفاه ويقول لك اصل ده اقوى سكواد ليه؟ كله شبه بعضه. مين اللي شبه بعضه؟ ده اللي شبه بعضه ده يعني مع احترامي ليك انت واي واحد في الشارع ولا قاعد على القهوه ما بيفهمش حاجه في الكوره. سكواد الاهلي زي سيراميكا وزي البنك الاهلي وزي الزمالك، عادي مش شرط اقوى سكواد ياخد الدوري، انا معاك. لكن لما حد يقول لك اقوى سكواد تقول الحقيقه اللي انت مش قادر تنطقها. ما انت السنه اللي فاتت كنت مصدعنا بيراميدز اقوى سكواد، بيراميدز اقوى سكواد، بيراميدز اقوى سكواد، ودي كانت حقيقه. الله، اشمعنى السنه دي اما الاهلي يكون اقوى سكواد مش قادر تنطقها، تقيله على لسانك؟ برضه نفس الموضوع بتاع زيزو. السنوات اللي فاتت زيزو احسن لاعب في مصر، احسن لاعب في افريقيا، اكتر واحد بيعمل اسيست، الاوفرات بتاعته ومش عارف ايه، ويشيد بيه. دلوقتي طالع بعد ماتش الاهلي ومودرن يقول لك ايه؟ هو يا جماعه كل اوفر هيترفع هيتحسب اسيست؟ هو اي حد هيرفع كورنر هنحسبه اسيست؟ ما انت الكورنرات دي كان بيرفعها بال20 و30 كورنر وحسام عبد المجيد يطلع يحط، وكنت بتقعد تسقف وتهلل وتقول يا زيزو يا نجم يا عالمي. اشمعنى دلوقتي زيزو قال اللي يرفع كورنر يبقى عامل اسيست؟ يبقى اسيست. خلي كلامك واحد، خلي مكيالك واحد. منظرك في الحلقه بصراحه كان صعب قوي. انت لو تشوف كابتن عصام الحضري تهلك من الضحك، اللي هو كان يعني ايه ماسك نفسه بالعافيه. واحد قاعد يقول اي حاجه. طب ده لعب كوره ازاي؟ يقول لك مشاكل ايه اللي حصلت يا حبيبي؟ الفرقه زي الفل. كل ده عشان الاهلي اتعادل ماتش. نهار اسود، الدنيا قامت يعني؟ اتعادل ماتش؟ ما يتعادل. وعايز اقول لك على حاجه، لسه الاهلي هيتعادل تاني والاهلي هيتغلب عادي، لان دي اسمها كره القدم اللي المفروض انت لعبتها. يعني حاجه تجنن بصراحه. طب انا عايز اسال سؤال تاني، مش بيراميدز بطل افريقيا بالهيلمان والسكواد بتاعه واللي دعم برضه بلعيبه ومنهم ايفرتون البرازيلي بيلاعب وادي دجله اللي هو لسه صاعد درجه ثانيه بيلعبه وتعادل معاه؟ اشمعنى ما قلتش بيراميدز وازاي يتعادل مع وادي دجله والسكواد القوي اللي موجود ومايلي وايفرتون ومش عارف كارتي ومين؟ ما اتكلمتش ليه؟ انت مش شايف حاجه في حياتك الا الاهلي وبس، عايز على السقطه واللقطه الاهلي. لكن بيراميدز اللي اتعادل مع وادي دجله زيه زي الاهلي لا اتكلمت عليه ولا انت شاغل بالك بيه. وانا عايز اسال سؤال اخير قبل ما انهي، هو الزمالك خد الدوري وانا ما اعرفش؟ يعني الزمالك عشان كسب مباراه في اول اسبوع في الدوري سيراميكا كليوباترا كل الهيصه دي حاصله؟ يعني والزمالك خد الدوري بجد؟ هو الدوري بقى يدوه من اسبوع واحد مثلا؟ يعني حاجه بصراحه غريبه. انا في النهايه مش هقول لك الا حاجه واحده قالها كابتن سيد عبد الحفيظ من سنين: خليك بارد وخليك هادي
الدوري لسه طويل وطويل قوي. هنشوف في نهاية الموسم مين الأول ومين البطل كالعادة، ومين المركز الثاني ومين المركز الثالث بتاع الكونفدرالية اللي آخر 3 سنين محافظ على المعدل بتاعه. في النهاية بحب أشكر حضراتكم. كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة. ما تنساش لايك وكومنت وشير وتعمل اشتراك في قناة اليوتيوب. وفي الختام أحلى سلام.